جرب. طلبنا هاي التيراميسو زي ما انتم شايفين. سكيدا. رائحة الجلد تشمها. السلام عليكم اصدقائي واهلا وسهلا بكم اليوم فيديو جديد، واليوم رجعنا لكم من ايطاليا. تعد إيطاليا بلد الإبداع في عالمنا الحديث، ابتداء بأنواع القهوة والباستا والنبيذ، وانتهاء بالتقنيات المتطورة والفن والرياضة. ايطاليا بلد الاناقة، بلد الثقافة، بلد الفن، واهم شيء التاريخ العريق واكلها الطيب. وهنا نحن هسه بساحة فيتوريو. اللي يسأل ما يضيع، وأنا سألت الإيطاليين عشان ما أضيع. سألت وين المنطقة هاي يا جماعة، صارنا ساعة ندور بهالقطارات مشنططين، كل دقيقة يقول لنا واحد اركب هذا القطار هو صح يطلع غلط. صارنا ساعتين على منطقة بعيدة يمكن ربع ساعة ولا نص ساعة، لو رايح لها مشي أحسن. المهم حتى كنا نسأل العرب نفس العملية. خلاص أنا قلت أشوف هالموبايل وما عاد أسأل حدا، واطلع وامشي وتوكل على الله وما عاد نسأل حدا. هسه جينا هنا مكان لإيجار السيارات، جينا ناخذ سيارتي، انا استأجرتها قبل وجاي اخذها وامشي. تعبت عشان وصلت لهون عشان ما افهم بالمواصلات هون، وهسه ناخذها. اول شي نفحصها نشوفها اذا في شي ما في شي، وبعدين ناخذها ونمشي. المكان صغير، السيارة تشيل 4 اشخاص بس نحن شخصين انا ومرتي فتكفينا يعني. شو جايبه بيها لهيك ثقيلة؟ قشك والله هردتيني هرد. شو جايبه يا يوم الله قشك كسرتها لي. جايبه الدار وجاي. اوكي كيفاش راك تحبس؟ كيفاش راني نحبس؟ نحبس نورمال. يعني نحبس نورمال. الطوموبيل دوك اديتها خليني برك نروندج عليها. نروندج تقولون؟ نروندج. نروندج؟ شو نروندج هاي؟ ممكن جزائرية؟ لا هاي افغانية. كيف يعني اتعود عليها بالجزائري؟ نوالفها. اي خلينا نوالفها من بعد تقولي لي كيفها تحبس وكيفها ما على باليش. ما تصمتيش الحالة برك. ايوه كيف ما صمتش الحال؟ اروح ابدا وين رانا رايحين، بس درك راح نصمت عليك يعني. ذوك ادينا الطوموبيل. هسه اخذنا السيارة، استأجرناها خلاص ورايحين الى الاوتيل. الخطوة الثانية نرتاح شوي من بعد نكمل رحلتنا ميلانو. اليوم من اشهر ساحة نبدأ رحلتنا ساحة فيتوريو، ساحة جاليري فيتوريو معروفة ومشهورة. طبعا هذا شكلها في الليل جدا جميل، وحتى طريقة البناء يا إلهي جدا جميلة ما شاء الله. هون ساحة الدومو، وهون أشهر كنيسة اللي هي الكاتدرائية، وهنا هنشوف فيتوريو أشهر جاليري. وخلونا نشوف هاي الصبح. هاي هي في الصباح. الجو حار كثير، الجو جدا حار، الشمس تحرق حرق درجة 39، ولكن كأنه درجة 60 الحرارة هاي، ولكن الأجواء جدا جميلة. Bravo, cabrón, mandame una pupusa de arroz de
قوس النصر في ميلان. قوس النصر مثل شايفين مؤلف مثل قواس واربع اعمده وسبيل قوس النصر في الشانزليزيه. وشوفوا طيب الصبح. طلبنا هاي التيراميسو مثل ما انتم شايفين، مشهورة كثير بإيطاليا هذا المحل. طبعا خلينا ندوق ونشوف كيف جاي طلبها. وطلبت كمان آيس لاتيه، آيس لاتيه بالنكهة البرازيلية، ومرتي طلبت إكسبريسو. تجي على ميلانو ما أطلب إكسبريسو. أوكي ندوق. طعمها مختلف حتى عن التيراميسو اللي انت تعملي لي اياه. في فرق. انصح بهذا المكان، جدا جدا نظيف. ذوق المكياتو تاعي ذوق المكياتو. شوف ماكياتو اسمه هذا. كافي ناتشورال. رهيب 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 رهيب. جاي هيك فاعل كمان شو. وين ما تروح تلاقي مباني قديمة، وين ما تروح تلاقي آثار جدا جميلة انك تتمشى فيها في الليل وفي الصبح، لكن ما تظل فيها اكثر من يومين. طبعا نحن اخذنا ورقمنا 31 ونستنى على اللوحة فوق، بس يطلع رقم 31 نستلم الشوكولاتة تبعنا. ثانك يو. وهسه نجرب ثاني مطعم كثير مشهور كلنا صح فيه، عمره اكثر من 70 سنة. ثانك يو. بسم الله. الطعم الكويسة فيها هو طماطم كثير طيبة، لكن العجينة كثير كبيرة، ولكن أعطيها 8 من 10. كويسة بس مش السمعة العالية اللي الناس تحكي فيها. لأنك شيف تعطيها 8. ها؟ لأنك شيف تعرف تطبخ على بيها تعطيها 8. أنا شيف؟ هي راك تنقد ما شاء الله للصباح. عن جد جدا جميل. كل المحلات والماركات العالمية موجودة هون. مكان للتسوق كمان جميل اللي عنده مصاري، لكن اللي ما عنده مصاري في أماكن ثانية تشتري منها عادي. الأناقة هون عندهم رقم 1 في تنسيق اللباس، في طريقة اللباس. عن جد تنسيق الألوان عندهم جدا جميل. تمشي وتلاقي الأزياء وطريقة اللباس تمتع عينك. أما من ناحية البناء رهيب جدا. طريقة بنائهم هون جدا جميلة فعلا. الروم أبدعوا في البناء. الإيطاليين بنائهم ما أوصف لكم. هاي الكنيسة بناء هيمتع النظر، والأبنية هون في كل مكان تمشي تلاقي بناء قديم، تلاقي آثار وجدا جميلة. قلاع قوس النصر
وكثير أمور هنا موجودة بميلانو للي يحب الآثار والأبنية والعمار. ميلانو موجودة اللي يحب الأناقة والأزياء والفن، ميلانو موجودة، أنصحك فيها تعال شوف. طبعا اشتريت تكتين، التكت ب16 يورو إلي ولا مرتي، عشان نفوت لداخل الكاتدرائية ونشوفها من جوا. ما بعرف إذا التصوير مسموح ولا لا، لكن راح نحاول بلكي التصوير مسموح، نصور ونشوف من تحت ومن فوق كيف البناء الجميل. طلعنا درج عالي، كان عالي وتعبنا بالدرج بس كان ممتع. وصلنا الآن قمة فوق أعلى شيء بالكنيسة، خلينا نشوفها من فوق. طبعا طريقة البناء جدا جميلة مثل ما انتم شايفين. نكملوا طريق. كملوا طريق؟ اي استني رايح شوية. انا معيش. أنا تعبت بس نرتاح شوي. طلعنا درج توا، ناخذ شوي راحة على نسمة الهواء هاي، بعدين نكمل طريقنا. المنظر هون جدا جميل، يظهر تقريبا كل ميلانو، جدا رائع. بناء الكنيسة من الداخل رهيب رهيب ولا يوصف، يعني لازم اللي يجي، أنا أنصحك جدا أنك تجي تفوت على الكنيسة من الداخل. طريقة البناء الإيطاليين أبدعوا فيها، الرسومات والنحت الرسومات والنحت، العواميد أيضا شوفوا حتى نهايتها، السقف إبداع عالي. شوفوا باب الدخول، شوفوا الإنسان لما يمر قدام باب الدخول، هذا هو باب الدخول، ايش قد ضخم، جدا ضخم، السقف عالي جدا. هنا يدون مناسك، مثلا نكسب مناسكهم المسيحية. E stammi più vicino, se ci sto bene, sarà perché ti amo, io canto il ritmo del dolce tuo respiro. La canzone per far confusione fuori e dentro di te. Ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao. E se io muoio da partigiano e tu mi devi. Oh bella, ciao bella, ciao bella. Ciao 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 bello. صارنا ساعة نتصور. أنا إيش هسه يطلعنا من هون؟ تخلص لك. أنا إيش هسه يطلعنا من هون؟ أنا اللي جبت هون. أوكي. طبعا أول ما تدخل يعطونك مقبلات. هذا الصحن عبارة عن خبز داخله جبنة وفي كمان بندورة، بنشوفها. اوكي نجرب. اهدر معانا. To work in Skikda. او سكيكدا. Skikda, you know that there is Yeah. the gas
the gas. He was one of the engineer over there. 1 year in 1970. الانجنيور تاع الغاز. مهندس. مهندسي. مهندس يس. والله سي تخمو. What's mean napits? Napits means one pizza or the pizza. That's all. No more than that. Thank you. Are you from? Algerian, Syria. أنت سوري؟ أنا سوري. على راسي. حبيبي. على راسي حبيبي. I was living for 32 years in Saudi Arabia. Oh. I have a lot of friends. From where you are? I am from Deir ez-Zor. Okay. No, Iraq, no, Iraq. Because I have friends that they are from Aleppo. Oh, Aleppo, yeah. From. I have a friend from Algeria. عنده صديق من Yeah. الجزائر. واليوم نكمل في بحيرة كومو. مدينة كومو مشهورة كثير، جدا جميلة في بحيراتها والقرى اللي حواليها، فنروح نزورها ونشوفها ونتفرج ونمتع عيوننا بجمال الطبيعة وجمال البحيرات اللي موجودة هون، وحتى جمال مدينة كومو. يعني شوفوا الكنيسة هاي جدا جميلة، والبناء اللي هون تحسه بناء شامي جاي على لاحة شامية أكثر ما هو جاي على لاحة إيطالية رومانية. جدا جميل. خلونا نشوف عند مدينة كومو ونروح نحجز تكت سفينة ونشوف. قالوا إنه ممكن يكون أزمة، خلونا نروح نشوف. Lake Como is known for its dramatic beauty. Shaped like an upside-down Y, this vast lake stretches about 50 kilometers or 30 miles. شوارعها وأزقتها لكومو جدا جميلة، تتمشى وتستمتع بالأزقة الضيقة. وما أحكي لكم على طيبة الشعب الإيطالي، شعب جدا طيب، يتعامل معك بكل طيبة، يعني لا يوجد عنصرية نهائيا. أنا زوجتي محجبة ونتمشى ويضحكونا ويكلمونا ويحاولون يفهمون احنا من وين ويضحكون معانا، يعني جدا هذا الشعب الإيطالي طيب. يبسوا الفلفل والخضرة بشكل عام مثلنا نحن العرب. هذا تعرف ايش نديروا به احنا؟ وش تديروا به؟ نديروا به بركوكس، كاين ناس يقولوا له العيش. العيش والبركوكس. اوكي. شكرين. وصلنا المكان اللي نحجز بيه تذكرة ونركب بالسفينة ونروح على الجزر الثانية، بس انصدمنا بالأزمة اللي كانت موجودة. قلنا يلا نوقف على الدور، نمشي نوقف على الدور ويلا، وهسه يخلص الدور وشوي يخلص الدور، وكان الدور طويل. نمشي 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 تا نوقف على الدور بالأخير، لكن لقينا الدور كثير طويل. والحمد لله لقينا عيلة سورية كانت واقفة على الدور وقرب انهم يفوتون يحجزون التذاكر، فقلنا لهم وقفونا معاكم، وفعلا الحمد لله وقفونا معاهم وحجزنا التذاكر سوا وركبنا بالسفينة سوا ووفرنا على حالنا نص نهار. شفنا فيلا موناستيرو. الفيلا هاي موجودة في فارينا، كثير حلوة جميلة. الحديقة تبع الفيلا هاي جميلة، تفوت تتفرج على المناظر الخلابة هاي. يا إلهي شيء رهيب، شيء رهيب. يعني اللي يجي لفارينا يفوت على الفيلا هاي ويتفرج ويستمتع. خرب لي ضبصيتي، ليش؟ خرب لي ضبصيتي.
تاعي حارة. الأكل في مدينة بيلاجو أو قرية بيلاجو، إحدى قرى مدينة كومو. الأكل كان لذيذ كويس. المطعم اللي زرناه كويس، اسمه أنتيشي سابوري. أعطي تقييم لهذا المطعم 8/10. مرتي تعطيه ايش قد تعطينه؟ ايش قد تعطيهم تقييم من 10؟ مرتي تعطيه 9/10 للمطعم لاباستا. كثير منيح وانا انصح انكم تروحون عليه. انت تنزل من هنا الجي بي اس، اذا كتبت على الجي بي اس اسم المطعم راح تروح تلف كل هاللفه، لكن انا انصحك اذا جيت على المطعم هذا تطلع مني هون وتروح على اليسار وتطلع من هذا الدرج هنا وتلاقي المطعم. جدا 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 لذيذ بالنسبه لبيلاجو، فانا انصح الكل يجي على هذا المطعم اذا يجي على بيلاجو. شفت الكل ينصحون انه نطلع على التلفريك، ومن التلفريك نطلع لفوق لقمة الجبل وتشوفون المنظر ونشوف بحيرة كومو من فوق. وبصراحة تعبت وانا امشي 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 امشي، ولكن يستحق التعب هذا المنظر اللي اشوفه بهاي اللحظة. ولما شفت هالمنظر هذا نسيت كل التعب. يا إلهي. ايش بدي انت غالي؟ الشمس ما في شمس. تمام؟ بالشفاء. على راسي والله. اوكي. طبعا احنا جايين، طبعا احنا طالعين من ميلانو لفينيسيا، وحبينا نجرب سوربويلو. قال مطعم كثير كويس من عام 1935، فما حبينا عشان مستعجلين ما حبينا ناكل بالمطعم، كنا نطلب تيك اواي ونروح نكمل وناكل بالسيارة ونشوف شلون. طلبنا كفاتا ايش؟ كواترو فورماجو كون مارغريتا، ونشوف ونقيم الاكل. بس ريحته منها شيء تمام. احنا هسه ببحيرة غاردا وجينا نختم رحلتنا هون في بحيرة غاردا، وهسه نحن بجزيرة سيرموني، جزيرة الليمون. طبعا الجميل بهاي الجزيرة شوفوا مفصولة بجزيرة ثانية مفصولة، وواصلها فقط هذا الجسر عن طريق قلعة تفوت على الجزيرة الثانية. جزيرتين مفصولة وواصلها هذا الجسر فقط، وبدك تفوت عن طريق القلعة هون. وكانت هاي الجزيرة مفصولة لحالها، وهاي بوابة دخول الجزيرة الثانية عن طريق هذا الجسر، وتفوت هنا عن طريق القلعة وتفوت للجزيرة الثانية. المدينة جدا جميلة ولها نمطها المختلف. ايش رأيك بالمدينة؟ سي جو توب. ايش يعني؟ المدينة
المدينة عن جد كثير حلوة، هي مش مدينة جزيرة. الجزيرة كثير حلوة، الواحد ينصح انه تجون عليها، ولكن بالجو المسائي. كثير حلو ليلى. شو نجيب وحده؟ شو الاسعار؟ 280. جزيرة سيرموني إذا جيت لازم تاكل آيس كريم هون كثير لذيذ. المدينة كلها تلقاهم بس ياكلون الآيس كريم، المدينة كلها حرفيا بس اللي ياكلون آيس كريم. هون الآيس كريم لذيذ لدرجة إنه الكل حرفيا الكل ماشي وياكل آيس كريم. لازم يسمونها مدينة الآيس كريم مش مدينة الليمون. جينا نسبح بشواطئ جيسولو لأنه سمعنا أنه هي أفضل شواطئ بإيطاليا في فينيسيا. طبعا جينا نسبح هون ونشوف. طبعا هسه جايين نجرب الكرواسو على الطريقة الإيطالية بأشهر محل كرواسو في ميلان. خلنا نجرب. الكرواسو هاي كثير كبيرة، شوفوا ايدي، شوفوا الكرواسو، واو. جيت طبعا نسلم السيارة، خالصين، خلصت رحلتنا من ميلانو. هاي السيارة، باي باي. هسه هو قام يفحص السيارة. اليوم آخر يوم إنه بإيطاليا، فحبيت نودع إيطاليا بهاي البيتزا. البيتزا هاي عبارة عن باذنجان وكمان جبنة وكمان طماطة يعني، فحبيت ناكلها ونجربها. قالوا بالمحل إنه هاي من أفضل البيتزا عندنا. نقول بسم الله. والله الإيطاليين يا أخي رهيبين بالبيتزا. صح؟ رهيبين بالبيتزا. بيتزا أنا هسه شي يقنعني راجع على ألمانيا. إيش يقنعني بالبيتزا الألمانية اللي موجودة عندنا؟ تبع الكوفلان تبع الليدل. لا، البيتزا بالمحلات العادية. إيش يقنعني فيها هسه؟